اهلا بيكم. هنتكلم النهارده عن تكبير الثدي. تكبير الثدي ده من اشهر عمليتين في جراحه التجميل. تكبير الثدي بتحتاجه ممكن فتاه لسه مقبله على الزواج، ممكن واحده في منتصف العمر بعد مرتين او 3 ولاده بيكون حصل، والرضاعه وكده بيكون حصل ضمور جامد وصغر في حجم الثدي، او نتيجه بعض الحالات، بس دي بتبقى اقل لو حصل استئصال للثدي نتيجه ورم لا قدر الله، اما التكبير بالحشوه السيليكون واما التكبير عن طريق حقن الدهون. فتكبير الثدي بالدعامه سيليكون هو امن جدا، مش زي ما الناس بتقول ممكن يعمل امراض او سرطانات او بيتم الاجراء ده من خلال فتحه صغيره جدا تبقى اسفل الثدي لا تتعدى ال4 سم، سواء حطينا الحشوه دي قدام العضله او ورا العضله على حسب، ده بيختلف من تقييمنا للمريض اللي محتاج تكبير الثدي. احنا بنحدد نحطه هنا او هنا على حسب عوامل كتيره، وبنختار الحجم اللي احنا بنحطه. الجراح له وجهه نظر والمريض برضه له وجهه نظر، بس لازم يكون في توافق ما بين الوجهتين. هل في تكبير للثدي بحقن دهون؟ في تكبير للثدي بحقن دهون، لكن هل بنفضله عن تكبير الثدي بالحشوه السيليكون؟ بصراحه لا، في العالم كله ما بيفضلوش حقن الدهون عن الحشوه السيليكون. ده نتيجه كذا عامل. العامل الاولاني ان انا ما اقدرش احقن كميات كبيره من الدهون في الثدي، بخلاف اماكن تانية يعني زي الجلوتيال او زي الهانش ممكن احقن فيه كميات كبيره، لكن في الثدي بالذات ما اقدرش احقن كميات كبيره، لان ده ممكن يؤدي ان يحصل زي خراج او حاجه نتيجه ان بعض الدهون ما يتملهاش تغذيه كويسه. تاني حاجه المينتننس او ان الشكل ده يفضل ثابت في الدعامه، ده اكيد هيفضل طول العمر ثابت، لكن الدهون دي بتتحرك، ممكن تقل وممكن تمتص وممكن، فما بيبقاش في جارانتي ان الشكل اللي انا هحصل عليه بعد الحقن انه هيفضل ثابت. تالت عامل وده برضو عامل مهم جدا، ان حقن الدهون بيؤدي لبعض التليفات جوه الثدي. طب التليفات دي ضررها ايه؟ ان التليفات دي لو انا بعمل تشيك اب عادي بالماموجرام في زي اي حد، ممكن التليفات دي تعمل لي ماسك، ما بقاش عارف احدد الثدي او الانسجه الطبيعيه من الانسجه الغير طبيعيه، فبتعمل لي ماسك وبتؤدي لصعوبه التعرف على ايه النوع ده. فده برضو احد العوامل اللي بتخلينا ما بنحبس وما بنرجحش حقن الدهون في الثدي.